الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 124 من دروس اقرأ باسم ربك. في الدرس السابق درس رقم 123 تحدثنا عن عهد التدوين والأئمة المجتهدين. عهد الرسالة خدميت، بعدين عهد الصحابة خدميت شرحيت، من بعد عهد التدوين والأئمة المجتهدين. آخر عهد ندرس في الحلقة السابقة نناد هذا العهد امتاز أو بدأ من أواسط القرن الثاني الهجري، وتميز هذا العهد بعدة مميزات. الميزة الأولى اتساع رقعة الدولة الإسلامية، توسع الدولة الإسلامية كثيرا. رقم اثنين بروز نوازل جديدة أفرزها هذا التلاقح بين الحضارات والثقافات. طبيعي، فتوحات كثرت، العرب، العجم، فتوحات، الأندلس، إفريقيا، أوروبا، كل دول العالم وين كاين الحضارات مختلفة. تروح بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد الرافدين، حضارات ما بين النهرين، شيء طبيعي. الحضارات اللات القضايا الجديدة اللي يسموها النوازل هي القضايا الجديدة التي أفرزها الواقع المعيش، مستجدات الزمان، مستحدثات الإنسان. إذن هذا كله أدى إلى هذا عامل، وفي نفس الوقت خاصية، عامل حفز الهمم وغالن ألغن خدما تنادين أدفن في فراث يكوي تمثال في جديدين يدينوا الفن ذي الوقت النيم. ثلاثة، تدوين السنة خاصية وعامل للتشجيع. دونت السنة في الوقت هذاك، الكتب كل ظهرت في ذلك الوقت، ظهرت التي أشرنا إليها باش ما نعودوش كلش، كتب السنة التي جمعت السنة النبوية. علماء السنة خدموا السنة، جمعوا أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دونت فتاوى وأقوال الصحابة ذي الوقت الني جمعان داك شود جان الصحابة أما من فتاوى أما من أقوال. وكنا ننظر فيما سبق من مصادر التشريع الإجماع، إجماع الصحابة شرحناه. من مصادر التشريع والفقه أقوال الصحابة، قول الصحابي. من مصادر الفقه ومن علوم، من أصول الفقه عند الإمام مالك، من أصوله الفقهية عمل أهل المدينة، وقد شرحنا عمل أهل المدينة. إذن هذا عامل، وفي نفس الوقت ميزة من مميزات هذا الزمان، هذا العهد. أيضا في حاجة مهمة حصلت يعني في هذه المرحلة، وهي ظهور ما يسمى بالاجتهاد المطلق. ما معنى الاجتهاد المطلق؟ عودة الفقهاء، عودة العلماء إلى الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. كي تسمع الإمام أبو حنيفة يقول الحكم نتاعو استنبطه من القرآن والسنة على طول مباشرة إلى المصادر الأصلية. أكن يخدمنا كل العلماء، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، كلهم كان، وغيرهم، الليث بن سعد، يعني زفر، أبو يوسف، يعني كلهم كانوا يجتهدون بالعودة إلى مصادر الشريعة مباشرة إلى القرآن والسنة. العلماء ذي الوقت هكا روح مباشرة رثالة ومن سثالة سلع وانصر القرآن وكذا السنة.
إلى الأمر نظن أيضا مهم، تم أو ظهرت وبرزت المذاهب الفقهية، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، خاصة هذه المذاهب الأربعة الكبرى. هناك علماء بلغوا شأوا كبيرا كسفيان الثوري مثلا، ولكن ما عنده مذهب. عالم من العلماء ورسالة التلاميذ، من ديال الإمام مالك يسعى التلاميذ، الإمام أبو حنيفة يسعى التلاميذ، والتلاميذ خدموا الرأي نتاعو، خدموا الفقه الإسلامي طبعا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه أعطوا تميز للمذهب. أعطي لكم مثال: المذهب الحنفي إمامه الإمام أبو حنيفة النعمان، وقي مما يتميز به التعمق في الرأي. استخدام اللغط مليح، ممكن تقولي الآخرين استخداما، ولكن لا يفترضون المسائل إلا بعد وقوعها، لا يطرحون الحلول إلا بعد حصول المشاكل. يقول لك دعها تقع ثم سل، من المثضرة استقصد. أكي قارن الفقهاء، ولكن أبو حنيفة ومن معه ليكول ينس، المدرسة ينس، إيش قارن قبلت ظروف مسالت لي بيرسبكتيف، الآفاق توين غير بزاف. أكيني فرضا سوبوزون هذه ظروف كذا وكذا، ذا شو يتفراتيس غير بزاف. لو كان كاين ثورة قبل 30 سنة، اسكو الساعة تقول لها غنولي بورطابل كي نثور سما شويس نحكم عقاي السوال يا خاكا. هذا الجهاز النقال قبل 30 سنة ما كانش في دماغنا، كاين هاتف الثابت، تليفون بالخيوط. يعني ما نتكلموش على فئة من العلماء الكبار اللي مختصين في هذا المجال عندهم افتراض، سيتادير يتصوروا يجي نهار تحكم واحد حاجة صغيرة هكذا اسمي سبورتابل، الو، وينقل الصوت ويجيب الصوت لي اس ام اس مش عارف وكذا. ممكن ثواني كاين افترضوا. واش رايكم بالك بعد عامين في غالسيولا الشيخ حسن غير خويا محمد 4 5 6 هذه الصوني غرس والو هكا ان كود 4 5 6 يصوني عندك، ممكن غلا بلا تليفون بلا والو هكا، يعني بالرقم افتراض. إن كان ديني غميو قال لي مختصين في الموضوع يضبرنا قرا إنسان أدينا أكثر. ذي الوقتني مدرسة أهل الرأي اللي هي على رأسها أبو حنيفة كانوا يفترض، وعندهم أسباب. من هذه الأسباب مقرها في العراق، والعراق كما قلت بلد الحضارات، كاين مسائل جديدة سريعة. زيد ما كانش السنة كما موجودة في الحجاز في مكة والمدينة، سي لوجيك. في العراق ولاش السنة سواطاس وبضارة، لا الصحابة يروحون يقينا، ولكن قليل بالمقارنة إلى الصحابة الذين استقروا في مكة والمدينة، قياس مع الفارق. الصحابة يقلن في مكة والمدينة أكثر بكثير من الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق، الصحابة الذين ذهبوا إلى بلاد الشام قليل، اللي راحوا لمصر اللي راحوا صح صافي. ستي لوجيك عادي اد كومبونسين في عملية تعويض، ادعوضن سوا شو صار رأيي أخيني دخل رأيي في العمق. وقد قلت لكم أن هذا المنهج عنده جذور ممتدة إلى الصحابة، بل إلى البيت الواحد، بيت عمر بن الخطاب. هو مع وليده عبد الله مع باباه مختلفين في هذا في لا ميثود مختلفين. وعمر بن الخطاب كان يعمق النظر يبحث عن الأسرار. عبد الله بن عمر لا،
كيني النص للتكست. هل ترى عمر بن الخطاب يخضع للتكست؟ لا. كان مثال وقيل في المسألة العمرية في علم الفرائض، وين صار إشكاله مشكل، وين الإخوة الإخوة من جهة الأم لي دومي فرير أثمثا سيماس أو كذوثمثا إشقيقا أنو يقرض دي شقيقا. أكيد فكر مثال وين إشقيقا تساوي نرى ذات مثلا سيماس راوي بالحساب. طبعا ما عندناش طابلو، إلا طابلو بالك هذه سياسات كتبها كدي ماركي بالك في الافتراض دير هكذا ان سيزيام ان دومي وكذا لقد تولي ثوالف المرأة ولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الور إلا وندا أثمثم سل سي مسكن لي دومي فرير أذورثن ولكن أثمثني شقيقا أو كتيثمثن تشقيقين زيرو. مسألة قلت يوضر عمر بن الخطاب لناس يا أمير المؤمنين هب أبانا حجر الملقى في اليم أليست أمنا واحدة؟ افترض باللي ذاتنا ضازرو يغلي يدير البحر أليست أمنا واحدة؟ عمر بن الخطاب اسمي سنان هب أبانا حجرا ملقى في اليم أليست أمنا واحدة؟ صافي لو كان طبق النص القرآني كما هو الظاهر واش من نتيجة؟ أدفض أثمثا سيماس هذ ورثا أثمثني شقيقا ما يدي والو. عمر بن الخطاب تعمق في فهم النص فنظر إلى المقصد. يعني يسمى أمهم مشتركة كي تقول دمي فرير خوتي من يما صف ديال الأم واحدة يفرقيثني بابا السن يسدوك ليثن يما السن يسدوك ليثن يما السن سي لوجيك نخاطي ذينا يسفغد إناس نقضي بالاشتراك مع تجميد قاعدة وهي آية ظاهرة للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يغالن أم جمس شقيق أم ولتمس شقيق أم جمس يماس أم ولتمس يماس. المسألة كي إلا فريمون لي ماتيماتيكا في العمق باش نفهمها وفي نفس الوقت مين نفهم لي مات ديال الحساب أنوضر النص القرآني نفهم المقصود من النص القرآني. والقرآن كلام الله وكلام الله عدل كله هذه مسألة يغد فكر المثال باش يديني بلي سبحان الله داخل أسر واحدة في عهد عمر وزرم دي شحال المسائل التي اجتهد فيها عمر في إطار ما يسمى بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية طبعا كاين كنشوف يعني بعض المسائل باش على الأقل نسعوا خلفية معرفية في هذه الأمور. المهم في كذا كلها خصائص العهد اللي فات. الآن مع درسنا الجديد رقم 124 ندرس فيه عهدين معا عهد التقليد وعهد النهضة الفقهية الحديثة. أثنسلك الغاكر. عهد التقليد يبدأ من أواسط القرن الرابع الهجري صافي زوج قرون أواسط القرن الثاني الهجري أروح زيد زوج قرون أواسط القرن الرابع الهجري وقي قرص العصر الذهبي للفقه الإسلامي بلا منازع. العصر الذهبي ظهر فيه الفقهاء تدوين السنة الاجتهاد المطلق ظهروا الأئمة الأعلام إلى آخره فقه النوازل وظهرت
إلى آخره. وتم تدوين السنة وجمع تراث الصحابة من أقوال وفتاوى، خير كبير. زوج قرون برك أواسط وإذا من باب التذكير أنه أيضا في هذا العهد ظهرت بعض العلوم، ظهرت علوم القرآن، علوم القرآن كعلوم ظهرت في هذا الزمان، وظهرت بعض التأليفات، وظهر علم الأصول. وعلم الأصول ظهوره أعطى قوة لهذه المرحلة المهمة. وقد قلت لكم أول من قاعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وقد أشرت إلى ما قاله ابن خلدون في مقدمته في الصفحتين 1815 1816. الآن يا جماعة الخير نعود إلى عهد التقليد أواسط القرن الرابع الهجري. فقي نعطيكم مقدمة خفيفة. كي تشوفوا مثلا في حياتنا، تشوفوا مثلا واحد ماركانتي غني، ذا ماركانتي يموت، يجدي وراويس يذريمان لي كونت تيحونا يخامان الشركات. بيني وبينكم الوراثة، نعم الكسلان، بارك الله فيك. شينا شو شحال 20 مليار ديال البنك شو ما يخدموا ما يردموا، وبالك كان المشاكل رحنا الله جستيس المشارعة. صح ولا ماشي صح؟ خاطر روان ثوان تسفوا العقل من ذي الفقه. سبحان الله، والله وانا جاي لكم تخمموا في ثقينا. سبحان الله، خطر من اسباب دخولهم في التقليد وعصر الحقيقه يصوب النيفو مليح، ان تلاميذ المذاهب الفقهيه هممهم صارت ضعيفه جدا. يقول لك علاش نجتهد؟ كل شيء كاين، اي تحوايج ديال المذاهب الفقهيه تمت 2 قرون لخدم العلماء الله يبارك 2 قرون. وكذا يقول سداد غلثا انك اين الحوايج لا اصحاب الفقه المالكي الحنفي الشافعي الحنبلي ذغا ثوانت تساويد ثفنينت تساويد الكسل. الله اكبر. وكي عامل الى عامل النظام ويضك يعني يحذق بس قرن نكوني أرى يوضن النيفو الإمام أبو حنيفة والشافعي وكذا. لا ورن الزمير صافي. أيضا ضعف الهمة صارت ضعيفة. صافي وقي عامل مهم. العامل الثالث انقسام الدولة الإسلامية. ذي الوقت اللي من غير التاريخ أنا فون ونهنارة شو لهناشو دولة الإسلام أصبح يعاني بعد القرن الرابع الهجري، بعد أواسط القرن الرابع الهجري. الدولة الإسلامية انقسمت التي كانت متسعة فصارت دويلات وفتن ومشاكل وهموم. لذلك في ذلك الوقت انقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات، ظهرت الفتن والمشكلات، فصارت العقول لا تهتم بالعلوم والمعارف، ولات منشغلة بالفتن وبالهموم. وطبعا الإنسان كي يكون مهموم آخر حاجة يفكر فيها هي القراية، آخر حاجة يفكر فيها هي العلم. هذه في عهد التقليد. ولكن ظهر من بعد واحد الرأي يقولك غلق باب الاجتهاد، ما كانش الاجتهاد. علاه؟ لأنه المستوى العلمي ضعف. إذا كان المستوى المعرفي ضعف شيء طبيعي يظهر من ينادي بغلق باب الاجتهاد. ولكن الاجتهاد كما نعلم الاجتهاد لازم يكون من أهله في محله. دو كونديسيون زوج. الاجتهاد يكون من أهله يعني مولانيس معنى أهل الاختصاص وقال يسعى أنت مسني يسعى الباجاج شرط ويسين في محله. تقوم كانيس مثلا ما يجيش واحد يجتهد في مسألة قطعية في القرآن والسنة
ودي سسالة ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين أديسي ولا شي نو بيسك ركازي جاد يلي ساك ذميس يا أخي كيف ميم قراد ما يتجاد 50 مليون إلى 25 لكن خم القانون الفرنسي الكود سيفيل الفرنسي باريزون ما كانش للذكر مثل حظ الأنثيين أقشيش أو تقشيش تدورتن كيف تزرى ما كان غلا كيف شي قار لو بير إلا مير كيف ساعة لا في لو فيس كيف دورتن 50% غرسا ميدي الشرع ماشي هكا ربنا في سورة النساء الآية 7 إناد الآية 11 البداية نس إناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما يوجد 60 مليون أقشيش هذه 40 مليون فأقشيش 20 مليون أنا أنت دوتير بارك الله فيك صافي ردني راه ولاقي ذي الوقت أشقارا المستوى يضعف وهناك من تصدى للاجتهاد بغير مؤهلات لذلك ندعو إلى غلق باب الاجتهاد ثبت الاجتهاد تغلق تبغيض روح الخزان تجبروا العلم الله جنتي الفقهاء يمزورة مدخل ويا الجيل تورا حبست ولاش الاجتهاد هذا الرأي الآن يصطدم مع الشريعة لأن القرآن والسنة كلاهما يأمروننا بالاجتهاد ولكن الاجتهاد في محله ومن أهله مفهوم لذلك بعض العلماء يقول لك ما يقدر حتى واحد يغلق باب الاجتهاد وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اجتهد إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر يعني أجر الاجتهاد ورب سبحانه عز وجل يأمرنا أيضا بإعمال العقل بإعمال النظر والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ تعرفه كامل حينما أرسله اليمن قالوا بما تقضي بين الناس قالوا بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو أي لا أدخر جهدا يشجع يثغ اليمن النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الناس روح تحكمض تخمض القاضي ذي المفتي كلش الناس واش تحكمض الناس ولا ربي الناس يموتوا في ضرع الناس سنينك يموتوا في ضرع الناس تخدم غير غيو اجتهد لا شو سينا بعد الناس الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله إفكاس كوسيوني إفكاس كونفيرمي إفكاس يعني الضوء الأخضر بالاجتهاد وكان نصوص كثيرة تدعو إلى الاجتهاد طيب إذن ممكن تقولوا لي ما هي خصائص هذه المرحلة كاين كثير من الخصائص من أهمها الخاصية الأولى قلتها لكم ضعف الهمم وإلى آخره وضعف الاجتهاد وما كانش هناك اجتهاد مطلق واش كاين ما يسمى بالترجيح داخل المذهب الواحد بمعنى علماء المذهب اجتهدوا اجتهادا مقيدا في ترجيح أقوى الأقوال داخل المذهب الواحد نعطيكم مثال يلا مثلا واحد صلى العشاء في داره سمع الأذان وصلى العشاء تبعوني مليحة صلى العشاء في داره وحده في الذنب من بعد جاء باش يدخل يمشي على رجليه في نوفيل فيل سمع الشيخ مازال ما راه في الركعة الأولى سمع يقرأ يقول والله غير ندخل أو نجيب 27 درجة ولا 25 درجة حسب اختلاف الأحاديث يجي هل نقول ما صلاش الشفع والوتر ما صلاش الوتر صلى غير العشاء في داره وجا لهنا هل يجوز باش يعوض صلاة العشاء معنا يجوز يعوض صلاة العشاء أكد الجماعة هل يجوز أم لا نعم بل حكمه مستحب من أي واحد صليت الظهر في دارك وبعد يكون تمشي حتى شفت جماعة يصليوا ادخل معهم عود ظهور أليس كذلك الآن نعطي لكم أسئلة جاوبوني
الصلاة اللي صليتها، صليت العشاء في دارك وصليت العشاء معنا مع الجماعة، أشكون هي العشاء اللي تسقط عنك الفرض؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، لا بروميير، صح؟ والثانية كيفاش نحسبوها؟ مستحبة. هل تعتبر فرض آخر؟ شغل عشاء تعتبر نافلة صافي. الأولى اللي صليتها في دارك فرض، أسقطت عنك الفرض وصارت ذمتك بريئة. والثانية نافلة، صح؟ متفقين هكذا؟ هذا رأي. كاين رأي آخر، ما هو؟ تفضلوا برك اجتهدوا ولو بالخطأ، معليش. نعم، الثانية تعتبر فرضا، صافي. الأولى فرض والثانية فرض. تتنافى يا شيخ مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاتين فيها، يعني عشاء مع عشاء، ظهر مع ظهر، عصر مع عصر، تتنافى مع هذا الحديث. بارك الله فيك. هو رأي، تفضل. في قضية الأجر كاين عليك نور. صافي الصلاة الثانية عندك أجر فيها أكبر، 27 حسنة، 27 درجة. الأولى اللي صلاها ذو درجة. لو كان ما عودش بريئة الذمة بالأولى، ماذا معود؟ حنا قلنا يستحب الإعادة. صافي الرأي الأول قال لك الصلاة الثانية تعتبر نافلة. الرأي الثاني قال لك هي ثاني فريضة. صافي صلى فرضين، الأولى فرض والثانية فرض، ثاني قخام ذو الفرض، ثاني يعود ذو الفرض يقصل أصلا. لماذا؟ حجته نعاونك في هذه، يقول لك لازم التوافق بين نية الإمام والمأموم. لو كان نعتبر الصلاة الثانية نافلة والإمام صلى بنية الفريضة وقد اختلفت النيتان، هاو انتصرت لرأيك، بارك الله فيك. هاو الرأي الثاني. شفاو كاين زوج. الرأي الثالث، نعم نظرتي الأخ نور الدين قال لك وين الساعة الحالة سنة تصل الفرض. رأيه أيضا نساعدك، ذكره العلماء. تعرف ايش قالوا؟ قالوا نفوض الأمر إلى الله. قال يا ربي أنا صليتهم في زوج، وانت شوف اللي عندها بزاف الحسنات تعتبرها فرض. رأي معتبر، رأي التفويض. الله هو الذي يختار. شغل زلظ العشاء الدخان، تعوض العشاء ذاكي في النضاس ربي ينقزور عند الفرض السين، ولكن الميزان الحسن شي قزران. خاطر ربي ناد في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى معنى الخشوع روح الصلاة. صافي ميزان الأجر الظاهر عندنا 27 حسنة، ولكن عند الله هو الذي يعلم. لذلك هذا الرأي الثالث يقول لك نفوض الأمر لله، وقسم رأي التفويض. تفويض أشحال الآراء لقينا؟ 3. وكان رأي آخر. أيوة الرابع الصلاة الجامعة يعني الحاج قال لك حسم المسألة، الجماعة أولى من هذا رأي رابع. يسمى تولي هذيك اللي صليتها جماعة هي الفرض مادام صليتها باش تتفق نيتك مع نية الإمام، والأولى تتحول إلى نافلة. لماذا؟ لأنه صليتها في الوقت وهذه في الوقت. ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
أوقعت صلاتك في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري تعتبر مصليا مؤديا لصلاتك في الوقت وموافقا لمقتضى الآية. بارك الله فيك، ما شاء الله. 4 آراء. 4 آراء أجي سمعتوها يا أخي، كلها في المذهب المالكي، كلها. صافي علماء المذهب في هذه المرحلة مالغري الدعوة ضعيفة، ولكن نظروا في هذه الآراء فرجحوا. وكان الرأي المشهور عند المالكية مخالف لرأي الإمام مالك. نعم، الإمام اللي هو يعني المشرف الأول على المدرسة يقول باللي الصلاة الثانية هي الفرض، خطر هي اللي عندها بزاف حسنات، والأولى نافلة. ردوا عليه العلماء، التلاميذ نتاعو ردوا عليه، قالوا يا إمام نخالفوك. أولا أنت قلت بلزم التوافق بين نية الإمام ونية المأموم، وبهذا الرأي نتاعك فقد خالفت رأيك، خالفت نفسك بنفسك. الحجة الثانية، أنت يا إمام كنت تعمل برأي ابن عمر الصحابي الجليل، يقول لك النية من مقاصدها الجزم. فإذا صليت الصلاة الأولى بنية أداء صلاة العشاء فقد جزمت، والنية من مقاصدها الجزم. وكيفاش الآن تروح تعود النية؟ نيتك برئت بدخول الوقت بالأمر أقيموا الصلاة. الآن باش يصلي الصلاة الثانية تحتاج إلى أمر آخر، وليس هناك أمر، هناك استحباب. أي. فصار الرأي المشهور في المالكية أنه الصلاة الأولى فرض والصلاة الثانية نافلة. هذا الرأي المشهور مخرج. هذا الرأي الذي اشتهر في الفقه المالكي، الذي رجحه علماء المالكية، فاشتهر هذا الرأي. ما حبيتش برك نشوش عليكم خاطر سهل بزاف كيما هذه، ولكن النتيجة تشوف العقل يخدم. العقل يخدم معناتها حتى اللي راهم في عهد التقليد ماشي معناتها ما داروا والو، لا، أنه ما اجتهدوش كما اجتهد الأوائل. وهذا لون من ألوان خدمة الفقه الإسلامي، وهو الترجيح للآراء داخل المذهب الواحد. اتفقنا؟ خدمن أين نظن؟ شو خدمن؟ خدمة المذاهب نتاعهم، يقويوها. مثلا أخذ من دراسات وأبحاث وتأليف عن علمائهم، عن أئمتهم إلى آخره. وظهر التعصب المذهبي. التعصب المذهبي ظهر. وفي فكرة شوية دقيقة، كي تسمعوا نقولوا مثلا في الجزائر المذهب الغالب المذهب المالكي. هو جماعة الخير حاجة كبيرة، أو كنز كبير، ولكن إذا كان مسألة شفنا فيها رأي المالكية ضعيف، رأي الحنبلية الحنابلة أو الحناف ولا أفضل، نعمل به، ما عندناش مشكل. هذا ما كان. معناتها نحافظ على المذهب باش ما يموتش، لأنه في خدمة كبيرة، تراث، ميراث. كي شغل واحد كيما نقول في الميراث المادي، بابك خلى حوانت وشركات وأراضي وكذا، أنت ما تبيعش الأراضي هذيك، حافظ عليها. وفي نفس الوقت زيد، بابك دار 4 ايطاج، أنت دير 10 ايطاج. بابك خلى لك الشركة، أنت دير 5 شركات. هذا هو المطلوب، فهمتوني؟ أما التعصب المذهبي فهو مرفوض. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلام نطق به الكثير من العلماء. إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكاين حاجة أخرى ظهرت بعد علماء، ابن تيمية، ابن القيم، إمام الطبري، ابن كثير، علماء. إمام الشوكاني صاحب إرشاد الفحول، كتاب والذي اسمه شكيف، إرشاد الفحول، الإمام الشوكاني
ظهروا العلماء الأخطار وكذا قد النيل لانت الآراء السن السجين نتبناها الآن نتبناها. لو كنت في موضوع الطلاق مثلا إن كيني أفتي برأي ابن تيمية يعجبني مليح أكذ التلميذين سي ابن القيم عقلي كراون دياسيون أديني فريغة مطوثي 20 مرة جيون واس لا رافع أمشي سنين 20 مرة يسيبون يشيد كان أمشي سنفتو أسنفتوس سرائي المذاهب الأربعة طلاق بائن بينونة كبرى يا ربي ند الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان أنت سيفريس 20 عند ذكرى سيروي لو كان في الشرع تمطوسيس دايا ألم تعاود الجواج كذوايا ظل ما سيفران غيموت ألم تكفى العدة ناس ألم سيتادير 1 sur 1 مليون باش يدو غادر غوص أو الراويس هكا وجد ناكل الراويس يسعى الراويس كيني أفيد ثبوت صافي ثوار كنا يتماثل أمشي أسن ثوار مخلوقين يعني شي كان شاسن العنيثنو يلا تفضل عاوني اثنين شي قارن كيني فريغاسيت مطوطي 20 أس كامل فريغا يوسف ثمتي هدي قرا مي يخزو ربي الشيطان والله هار ثفرا يما سنا غامي يبغي ديال الخضر أيما والله هار ثفرا أس كامل ظرفان أمشي أسني واكي نسيتك تفضلوا ماذا نقول لهذا يستفتينا ماذا نقول له تفرا ده شو نوع الطلاق رجعي تفضلوا نعم حرام طلاق حرام بارك الله فيك وجي قانص طلاق بدعي وصاحبه آثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناس يا رسول الله فلان طلق زوجته 3 مرات 3 ماشي 20 واش قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان نسات اللعب سوا ربي تقري يراون يفغيث العقل زيك فرون 3 ثورة 20 35 40 199 33 وزرغير اختار الشيفرة بزاف سيني فري غاس 33 وزرغير اختار 33 لا أدري 33 يجي وقيل 10 ولا 5 لا أدري ولكن أخوي العزيز صح سي الحاج طلاق بدعي ولكن هل يقع ترى مازال السؤال مطروح كيف يقع يقع رجعيا أم بائن بين صغرى أم بائن بين كبرى العلماء جماهير العلماء أشقارا بائن بيننا كبرى ذاين ما يرجعش لها ما كاش رجع لها أصلا لازم يروح تعود زواجها هي كي تعود زواجها ماشي ولازم حتى يموت زوجها ولا يطلقها بعد نهاية عدتها من الزوج الثاني ثم عنده الحق يجي يخطبها إذا بغات بيان سور ويعود عليها الفاتحة والمهر جديد هذا رأي ابن تيمية قال بخلاف ذلك ابن تيمية ابن القيم تلميذه وممكن نفتي بهذا ما نفتيش بالعلماء كامل مرتاح إلى رأي ابن أي غير عندي أسباب ابن تيمية وابن القيم يقرأ هذا طلاق رجعي طلقة واحدة الطلقة الواحدة وقع بها الطلاق 19 طلقة سي دي كونفيرماسيون تأكيدات كي يقولها طلقة واحدة ولا 100 كيف الغضب وخرج رافال تاع الطلاق رأي ابن تيمية نزيد حاجة أخرى السبب الثاني قلة العلم وكاين السبب الثالث رقة التدين ولاو الناس ما يخافوش ربي السبة الصغيرة يطلق صح ولا ماشي صح ما تكلمش على الإخوة الله يعطيكم الصحة اللي عنده العقل واللي يتحزيفن مي الساقي السبة مش طافة سيفرو أونغرو شوية كان
لو كان ناس يشجع اس ام اس وسي دراس يفرا فران تقبل ثمغره ديجا ماشي كان نسمح فيها لي جون فران تتصل تلاوين قبل ثمغره اصلا لي بريباراسيونين نتمغره شويه الخلاف فرو صح ولا ماشي صح. وقد حصل رقه التدين فهمتوا سي لوجيك نغلا. وما دام عندي راي يقول ببدعيه، طبعا هذا بدعي عند جميع الفقهاء، ويقول لك الطلاق البدعي حرام وصاحبه آثم ولكنه واقع. كم يقع؟ هنا خلاف فقهي. جماهير العلماء قالوا بوقاعه 3، ولكن رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال لك يقع طلقة رجعية واحدة. الحمد لله. نزيد حاجة أخرى، الرضاع صوت ظاهر محرمات بالرضاع. يلا واحد لي جون بغى يتزوج وحده وخطبها، بعدين قالت له يماها حبس الطفله هذه رضعتها كي كان عندها عام ولا عام ونص مره واحده، هذه اخت من الرضاع صح. هذا راي فقهي معتبر، ربي قال واخواتكم من الرضاعه. ولكن كاين راي اللي قال لك 3 رضعات ماشي مره واحده. وكان راي الشافعيه قال لك 5 رضعات متفرقات مشبعات، وعندهم ادله ماشي هكذا برك. سي بور صح حنا نريحونا. اذا جا واحد نقول له درتو عرس ولا مازال؟ يقول مازال ما درناش عرس خطبنا، نقول له حبس. اذا كان واحد يقول لك عندي 3 ذراري معاها، ثم قادر نفتيلو بالراي اللي يقول 5 رضعات. راك معايا في الخط؟ انا عاميه. الفتوى مسؤوليه يا جماعه الخير، والله غير علماؤنا الله يرحمهم والله ما خلونا هذا التراث هكذا برك، تعبوا تمرمدوا عاوزوا سهروا كذا وكذا باش يخليوا لنا. وطبعا كل حاجه عندها نصوص لحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى. لذلك القاعده الذهبيه تقول لا انكار في مسائل الخلاف. حبس المسائل الخلافيه ما دام الخلاف معتبر يمتد الى عهد الصحابه، حبس خليها. الان ناتي بعد المرحله الحديثه نشوفوا حنا واش نديروا درك، مازال خدمه تستنانا. لذلك اكتفي بها عهد التقليد ما دام الان وعدت باش نبداو بالعهد الثاني. العهد الاخير هو عهد النهضه الفقهيه الحديثه. ثاقي عندها المرحله اللي عايشين فيها عندها دي كاركتيرستيك خصائص. الخاصيه الاولى ما هي؟ كثرة النوازل. وين يبان عهد تدوين ولا وين يبان؟ الآن في جميع المجالات العالم يشهد ثورات في جميع مجالات الحياة. في المجال الاقتصادي الايكونومي، بكل الايكونومي كيفاش داير الاقتصاد؟ عادي بسيط، كان نظام المقايضة. انتم تروحوا تديو زيت الزيتون وتروحوا للصحراء تبيعوا لهم الزيتون بالتمر تروك، هذه موجوده. هذا السيوله قليله وهكذا يديروا. والبنوك ما كانش كيما دوك البنوك وكذا. وضرك في المجال الاقتصادي تطور مذهل، البورصات والبنوك والعملات واختلاف العملات والسوق الرسميه والسوق السوداء والمعاملات والعقود الالكترونيه. العقود الالكترونيه ماشي تلقاو العقد بكل العلم يقول لك من شروط صحه العقد اتحاد مجلس العقد. ديروا عقد انتم في 3 تلاقاو وجها لوجه. وضرك ممكن الشيخ يكون في السعوديه والشيخ يكون في القاهره وانت تكون في الجزائر، وسكايب ومش عارف كاع الامور ها كيف، وتتشوفوا كاع وديروا عقد صح. اذن تغيرت الامور. اكثر من ذلك المعاملات البنكيه صارت معقده جدا، تحتاج الى نظر فقهي. لذلك الان هذه المره كاع الشباب كاع يسقسيو على كثير، يسقسيو على شراء السياره عن طريق نظام المرابحه. البنك يشريها وبعدين تولي علاقه بينك وبين البنك وبين الوكاله هذيك وكذا،
وبعدين إشكالها طار البنكة شراتها في حيازتها ولا غير بالكارت بالهضرة، كلام كثير في هذا. شفتي كيف لازم الفقه لازم يكون درك حاضر، إذا كان غائب لا يفهم شيئا، أليس كذلك؟ في المجال الاقتصادي ظهرت الشركات هذه أورل، هذه صار، هذه شركة تضامن، هذه شركة ذات المسؤولية المحدودة، هذه شركة ذات شركة المساهمة، شركات وشركات، أليس كذلك؟ إذن الفقه لازم يواكب هذه الأمور، لازم يواكب، خاطر للوا القوانين الحونت. ونأخذ حاجة مهمة أيضا، أن الشريعة معطلة في كثير من أجزائها ما عدا الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكن في المعاملات الشريعة تعطلت كثير يا جماعة. نعطيكم أمثلة. ما هي إذن نعيش نوازل جديدة، ما هي الخصائص البارزة لهذا العصر، عهد الحديث؟ كاين خاصية أولى التأليف، الكتب، ظهرت كتب كثيرة ومؤلفات كثيرة، ظهرت كتب متخصصة في المذهب الواحد وكتب أخرى في الدراسات المقارنة، لا كومباريزون، كاين بين الفقه الحنفي والفقه الشافعي، الفقه الشافعي والفقه صافي، كاين شويه لوفرتور، كاين تفتح المخ نتاعك تفتح نورمال، تقرا رساله، ابحاث، رسائل دكتوراه وماجستير ومش عارف ايه وكذا، وابحاث وكتب في الدراسات المقارنه. نعتقد هذا مظهر صحه في المجتمع المعاصر، أليس كذلك؟ سي ان سيني دو في، ذيني قرزن يعني، الحمد لله الحمد لله، ذيني الهام. يغال ما كاش حتى مانع غادي يروح يون ذي السعوديه يخدم في المذهب المالكي، بالك يون الوقت زميرها غادي يسيون غادي يخدم ذي قورنا المذهب الحنبلي مقارن بالمذهب المالكي، عادي عادي. هناك تفتح كبير، وهذا مظهر الصحه في المجتمع بشكل عام. كاين مظهر اخر، خاصيه ثانيه، إيه هي؟ المؤتمرات، إبرام وعقد المؤتمرات. المؤتمرات هذه تعطي قوة للفقه الإسلامي، لكونغري au niveau international. لذلك حبيت نقول هذه المؤتمرات مهمة جدا، يتلاقوا كما هذا كمجموعة الله يبارك، وكان أبحاث ومناقشات إلى آخره. هذه تعطي قوة أيضا. اللي يحضر المؤتمرات أكيد مخه يتسع، ماشي اللي يقيم كان كسونسينيك، هذه يوسع المخيس، يسمع للرأي الآخر، يسمع الأفكار، يسمع الحجج، يسمع الآراء الفقهية إلى آخره. هذا مظهر ثالث وهو مهم أيضا، مظهر نتاع الاجتهاد الجماعي، ممثلا في هيئات الاجتهاد الجماعي. كاين ما يسمى بالاجتهاد الفردي، يعني عالم يجتهد بمفرده، ولكن ظهر أيضا مظهر الصحة الاجتهاد الجماعي. ظهرت مثلا مجمع الفقه الإسلامي الذي أنشأته وأسسته رابطة الإسلامي بمكة المكرمة، مجمع الفقه الإسلامي يجمع فيه عقول كبيرة وتخصصات أخرى يستدعون عند اللزوم. إذن من أهم خصائص هذه المرحلة الجديدة خاصية الأولى قلنا حركة التأليف، أصبحت نشيطة سواء داخل المذهب الواحد أو بالدراسات المقارنة بين المذاهب الأخرى، فهي مهمة. ندث سناث اللي هي ظهور مؤسسات الإفتاء الجماعي، ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، الله يبارك، من خلال الهيئات. قلنا مثلا الرابطة الإسلامية أنشأت ما يسمى بمجمع الفقه الإسلامي الذي يضم علماء كبار وينضاف إليهم أهل الاختصاص حسب المسألة المعروضة. مثلا كي يكون المسألة فيها اقتصاد، في مسألة يشدنا ليكونومي أدوين إمسنا وندير ليكونومي باش تفتون، يلا نقول لك مثلا شهادات الائتمان، ويثي فهم ديجا أصلا لا تكنيك، لي تكنيك بونكير هذو اللي يفهمها هما لي سبيسياليست. ربي اللي قال فاسأل به خبيرا، تعرفوا هذه الآية، وقال ولا ينبئك مثل خبير. في المسائل الطبية، الكلوناج، لاديان، لا كارت جينيتيك، مش عارف كل الامور اللي سميتو كيخدمنا كاين يجرينا شكون اللي يفتي فيها؟ يفتيو فيها هذون تبرع بالاعضاء. نهار اللي فتاو هل يجوز واحد يعطي الكليه نتاعو، الكليه ما يجوز تفكتي الزلطي كي واير،
يجمعكنا غير تماكنا. هي كانت مسألة كان نقاش طويل يا جماعة الخير. حضرنا علماء الشريعة، حضرنا علماء ديال الميديسين، علماء الطب. ربي يدينا سقسي لي زيكسبير عندنا نظن نكون مي علماء الطب زران اغد فكن الايجابيات والسلبيات وكذا وكذا، بعدين العلماء يفتون اللي مختصين في الشريعة هكذا، ولكن بالاستعانة برأي الخبراء. فهمت يا جماعة الخير؟ لأن النوازل كثيرة، النوازل كثيرة جدا في هذا الزمن. المظهر والثلاثة قلت لكم طبعا ماشي غير مجمع الفقه الإسلامي، كاين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بالأزهر الشريف، كاين هيئة كبار العلماء بالسعودية، كاين في الجزائر المجلس الإسلامي الأعلى، وكاين يعني هيئات متخصصة في الفتوى وفي الفقه على مستوى العالم الإسلامي. كاين في بنغلاديش، كاين في ماليزيا، كاين في تركيا، كاين في الهند، علماء في الهند يعني حاجة كبيرة يعني. منذ تقريبا 4 سنوات 3 سنوات حضرت مؤتمر مكة، مؤتمر عالمي، إلى واحد من علماء الهند يعرف العربية أكثر من العرب، يصحح دقائق فقه اللغة، يشم ذي العمر، فصار مرجعا في ذلك المؤتمر. نقولوا هكذا من الهند لمغار نيك قرا تعرف كل إذا قيزيك يعني ثمورث اللي يخدموا ابن معطي. ابن معطي من صاحب الألفية، ابن معطي في الألفية درسوها في العراق ودرسوها في جامعة دار العلوم بالقاهرة، واللي دارها سنة 4 ثلاثة ضواحي لا قبيليس. فهمتوا يا جماعة الخير؟ معناتها باش ننظروا هذه الأمور علوم الآلة هذه تكتسب. إذن المظهر الرابع هو حضور المؤتمرات التي تعالج قضايا مستجدة، قضايا النوازل. يقول لك لوردر دي جور ناقشوا موضوع لو كلوناج، الاستنساخ البشري، فقط في مؤتمر يومين 3 أيام لرشاش الأبحاث والدراسات وكذا مع الأطباء. حضرنا تفكن لا كونكليزيون خلاصة. موضوع في الاقتصاد، موضوع في الإعلام، كل مرة شو الموضوع، أليس كذلك؟ كاين مؤتمرات داخل الدول الإسلامية وكاين مؤتمرات خارج، كما مثلا مؤتمر لاهاي 1937 اسم مؤتمر القانون الدولي المقارن، حاجة كبيرة. ذين أعطوا شهادة قال الفقه الإسلامي ثري. أسبوع الفقه الإسلامي بباريس، سمانة في باريس في باريس 1951 خرجوا بواحد النتيجة خطيرة جدا. قال لك الفقه نتاعكم يا مسلمين ريش. هما قالوا هذوما قالوا غير شوية برك، قال يساعدكم هو عندكم فقه كبير زاخر. كاش وقت باش نعطيو تفاصيل أكثر. وزيد حاجة أخرى، ظهور حركة التقنين هذه بعد نعطيكم تفاصيل أكثر في الأسبوع القادم بعد أسبوعين. ما معنى حركة التقنين؟ معناه ظهرت قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. نعطيكم أمثلة. قانون الوقف أصدر في القاهرة في الأردن، قانون الإثبات، قانون العقوبات، القانون المدني، قانون التجاري، يعني قوانين خرجوها. ظهرت أول تقنين ظهر في 1876 في الدولة العثمانية اللي اسمه مجلة الأحوال الشخصية، مجلة الأحكام العدلية هكي اسميس أبارت حضرت الأحوال الشخصية تيدينا ثورة اسميس مجلة الأحكام العدلية عام 1876 في الدولة العثمانية معتمدة على المذهب الحنفي، فيها 1851 مادة. أبارت ظهرت قوانين أخرى. ظهر في الأردن قانون قوي جدا مستمد من الشريعة عام 1951. في سوريا ظهر قانون في 1953 مستمد من الشريعة الإسلامية. في سوريا في 53، في تونس في 1956، في المغرب في 1957، في العراق في 1959، في الجزائر في 1984. ظهرت قوانين، وهذه القوانين في جميع المجالات تلقى الشريعة دائما موجودة. كانوا يخالفوا الشريعة. نعطيكم مثال، القانون المدني الجزائري لو كود سيفيل تاع الجزائر، الارتيكل 454 توافق الشريعة 100%.
100%. الارتيكل 455 تخالف الشريعة 100%. شفتوا معناها ولا كيف غاد فكرة المساج باللي ما تقدرش تعطي ان جوجمون جلوبال ديال الحكم هذا، ولا لازم تقرا تتعب تتمرمد، لازم تقرا تتمرمد باش تكون عادل والا عندك الذنوب. خذوك نقول لك كما الماده لا لوا 411 الارتيكل 222 تقول كل ما لم ينص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعه الاسلاميه. كيفاش تقابل انت هذا ربي؟ كيفاش تقابل يوم القيامه؟ تكون ظالم او تقول ترجع للشريعه الاسلاميه، هكذا الشريعه الاسلاميه. وتلقى في المغرب مثلا يقول لك يرجع فيه الى الحكم الى الراي الراجح في المذهب المالكي، وكاين يقول لك الراي المذهب الحنفي. حنا في الجزائر مثلا المد تقول لك الشريعه الاسلاميه، ولكن تحتاج الى خدمه كبيره، السلطات الشريعيه، القضاة. وربي قال في سوره النحل الايه رقم 90 واذا حكمتم بين، قال ان الله يامر بالعدل والاحسان، وقال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أليس كذلك؟ ولتحقيق مقاصد هذه الآيات لابد من العلم، لابد من المعرفة. يكون تفاصيل أخرى مهمة جدا في بعد 15 يوم نكملوا ونشرحوا هذا العهد الجديد، المرحلة الفقهية الجديدة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.